ما تخافش، لسه في امل ان احنا ننام نوم طبيعي في رمضان. في الحلقة دي من فوكس رمضان مع بيوند هنقولك ازاي تنام بشكل احسن وجودة احسن. في ناس كتير في رمضان بتحاول تحقق النوم المثالي اللي هو 7-8 ساعات، لكن في رمضان الفسيولوجيا الحقيقة ما بتبقاش كده بسبب حاجات كتيرة جدا، منها تغيير مواعيد الوجبات، النشاط بالليل بيبقى اعلى كتير، الصحيان بدري والسحور. القلق من النوم بيبوظ النوم، يعني مثلا لو قعدت افكر ان انا لو نمت 5 ساعات يبقى كده نومي باظ، او صحيت في نص الليل كتير يبقى كده اليوم كله ضاع. لكن انت اصلا بتدخل نفسك في حاله توتر وحاجه اسمها هايبر اروزل او اليقظه المفرطه. دي بتخلينا او بتمنع اصلا النوم يبقى مستغرق وجوده النوم تبقى عاليه. ازاي نطبق مفهوم النوم من غير بيرفكشن في رمضان؟ هنبتدي نغير معيار النجاح، يعني بدل ما نفكر في عدد الساعات اللي احنا نمناها هنشوف ونقيم الجوده بتاعه النوم عامله ازاي، تركيزنا عامل ازاي، نشاطنا عامل ازاي، والمود طول اليوم كان عامل ازاي. الجوده اهم من الرقم. تاني حاجه ان احنا نقلل التوتر قبل النوم. ده عن طريق ايه؟ عن طريق اول حاجه ان احنا نقلل شاشات الموبايل من 30 ل 60 دقيقه قبل النوم، نخلي كل الاضواء خافته او ضعيفه، بلاش اكل تقيل قبل النوم، ونحاول نعمل تنفس، استرخاء، اي حاجه تساعدنا ان احنا ننام احسن. تالت حاجه نحاول على قد ما نقدر ما نعوضش الارهاق بالكافيين. بعد الفطار كلنا بندور على الشاي والقهوه، لكن ده مع الاسف بيأثر جدا على النوم، بيأثر على ان احنا ندخل في النوم اسرع، بيأثر على جوده النوم، بيخلينا نصحى بدري زياده عن اللزوم، وكده مش بنبقى واخدين كفايتنا في النوم. ما تنساش ان بيوند معاك طول شهر رمضان، وكل سنه وانتم طيبين.